السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن اللحمه بالبصل. ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس وطعم روعه. الطعم ده هتدوقوه في اكبر المطاعم. بجد احلى طاجن لحمه ممكن تدوقوه، وبطريقه مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى نشوف الطريقه. ما تنسوش بقى لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي. انا هحط بقى الحله على النار ومعلقه واحده من السمنه البلدي او اي نوع سمنه. طبعا السمنه البلدي بتفرق برضو في الطعم. بمجرد ما السمنه تتقدح انزل بقطع اللحمه، وطبعا النار تفضل عاليه، مش هبوطي النار عليها خالص. انا كده النار عاليه عشان ابدا احمر في اللحمه، عشان اللحمه تاخد صدمه وتتحمر، عشان تحتفظ بالميه بتاعتها. بمجرد ما اللون يتغير بتاع اللحمه افضل اقلب كده في اللحمه كل شويه، بحيث اخلي اللحمه كلها لونها يتغير. تمام كده، اشوح كل اللحمه. ممكن طبعا اللحمه نعمل جنبها ايه؟ ممكن نعمل طاجن اللحمه، ممكن نعمل جنبه رز ابيض، وممكن نعمل طبق سلطه، يعني كده تمام جدا. ولمجرد ما كل اللحمه تاخد لون ابدا بقى انزل بالبصل. ممكن على نص كيلو اللحمه 3 بصلات، ممكن اكتر. يعني انا ممكن اقطع البصل شرايح او جوانح، ممكن اقطعها اصغر من كده زي ما انا عامله كده. وممكن كمان البصل ده يتبشر خالص، يبقى بشور ناعم جدا، واحطه في اللحمه لو انا عندي في مشكله في البصل. في حد ما بيحبش البصل. تمام كده، هنزل بقى بالبصل 3 بصلات او اكتر، ممكن ازود زي ما انا عايزه. طبعا انا مش هحمر البصل ولا هغمقه، انا عايزاه يدبل. تمام كده، فانا حطاه بجيب معلقه سمنه وبحط عليها البصل بتاعي، شرايح البصل او الجوانح او البصل اللي انا بشراه ومقطعاه، هنزله كله في السمنه واقلب كويس جدا جدا جدا، بحيث ان انا هخليه يدبل معايا. بعد كده لما البصل بيدبل بحط حوالي 3 او 4 فصوص توم، بس كده. وابدا بقى اقلب كويس جدا التوم مع البصل لحد كمان ما التوم يدبل. تمام، لازم الاتنين يدبلوا كويس جدا عشان ابدا بعد كده احط اللحم. بعد كده هحط اللحمه تاني على البصل، وابدا بقى اقلب كده فيهم تاني، وابدا احط بقى التوابل. والتوابل دي ده بقى اهم سر في طاجن اللحم، هيخلي طاجن اللحمه يروح في حته تانية خالص. طبعا احنا دلوقتي مش هنحط ملح خالص لحد ما اللحمه تبدا تستوي، وابدا احط الملح بتاعي. لكن انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا بس هحط التوابل بتاعتي. اول حاجه معلقه فلفل اسمر، جوز الطيب انا بشراها حوالي نص معلقه صغيره. كمان بهارات لحمه، قرفه، قرنفل، حوالي من 3 او 4 من القرنفل، وكمان حبهان 2 او 3 من الحبهان. الحاجات دي هتغير طعم اللحمه نهائي، هتوديهولي في حته تانية خالص. اقلب بقى اللحمه كويس مع التوابل بتاعتي اللي انا حطاها مع البصل، اقلبها كويس جدا، وابدا ازود بقى كوبايه ميه عشان اللحمه طبعا تستوي فيها. هغطي على اللحمه واسيبها عشان تستوي على النار بقى. تمام كده، كل ما اللحمه تشرب ميتها ازود لها ميه. لو هي لسه ما استوتش، استوت اوكي. طبعا كل شويه ببص على اللحمه اتاكد ان هي ما استوتش، فازود برده كوبايه ميه كمان، واقفل عليها واغطي عليها وهي على النار لحد ما اتاكد ان هي استوت تماما. اول ما تستوي بقى اللحمه هبدا احط بقى الملح، اظبط الملح بتاعي وادوق واتاكد ان الدنيا تمام واللحمه كده مظبوطه. خلاص ظبطت الملح بتاعي، هجيب بيه بقى كوبايه ميه عاديه جدا، احط عليها معلقه دقيق وادوبها كويس جدا. ادوب معلقه الدقيق كويس جدا في الميه، وابدا انزلها على اللحمه. ده سر تاني من اسرار طاجن اللحمه. ليه؟ عشان يعمل لي الصوص اللي هو الصوص الحلو بتاع اللحمه. تمام كده، لما هنزلها واقلبها شويه وهي اللحمه كده على النار، ايه اللي هيحصل؟ هيديني صوص كده حلو في اللحمه، زي ما انتم شايفين كده في صوص طالع حلو كده جدا من اللحمه. خلاص كده تمام.
بعد كده هبدأ خلاص استوت، لا اما بقى خلاص هاكلها بالطريقة ديت واحطها في طبق عادي واقدمها في طبق، لا اما هحطها في طاجن في الفرن. بس مجرد ما الوش بتاعه يتحمر كده خلاص انا خلصت. حاجة كده رائع، طعمه رائع يعني، بجد من افضل طواجن اللحم اللي ممكن تدوقوها في حياتكم، زي طواجن اللحم اللي بتاكلوها في المحلات واحلى. انا متاكده انكم لو عملتوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم. اعملوا الطاجن واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.